الفريق الهلالي تدريباتي بعد أن تمتع لاعبو الفريق براحة يوم أمس السبت. طبعا أخضع الأرجنتيني جابرييل كالديرون اللاعبين اللي شاركوا في نهائي كأس ولي العهد للتدريبات الاسترجاعية. طبعا شارك البقية في مناورة على كامل مساحة الملعب أمام لاعبي الفريق الأولمبي وسط مشاركة فعالة من اللاعب خالد عزيز بعد اكتمال جاهزيته في الوقت الذي ما زال فيه اللاعب سلمان الفرج يواصل برنامج التأهيلي بعد شفاء من الإصابة اللي لحقت به في أسفل الظهر. راح طبعا يؤدي فريق الهلال بكرة صباحا تدريب أو حصة تدريبية على ملعب النادي، وراح يغادر إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية استعدادا لملاقاة الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل في الرابعة، طبعا في الدور الرابع من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ومغادرة الهلال راح تكون في المساء. طبعا زميل عبد الرحمن الحميدي كان حاضر لتدريبات الهلال اليوم، أجرى لقاء مع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد. تابعه في هذا اللقاء. الهلال لم يحقق الدوري الآن، بقي له 4 نقاط، متى ما حققها نستطيع أن نقول أنه حقق الدوري. فبالتالي أنا أعتقد مباراة الهلال والنصر مباراة مهمة، فريقين كبار، ديربي، مباراة جماهيرية محط الأنظار بغض النظر عن أي مراكز يكون فيها أحد الفريقين، بغض النظر عن وضع الدوري والشيء، تبقى مباراة مهمة للجماهير ومباراة يعني محط المشاهدة. أنا أعتقد أنه إذا الأخوان في النصر ما طلبوا حكام أجانب، إحنا نطالب بحكام أجانب، لأن المباراة كبيرة وحيكون فيها ضغط على أي حكم سعودي، خصوصا أنه النصر المباراة الأخيرة مع الأهلي اشتكوا من التحكيم، وقالوا أنه مثل ما تفضلت أنه السنة الجاية يفضلون حكام أجانب. فبالتالي أنا أعتقد أي حكم سعودي حيجي تحت الأجواء هذه أكثر ما نخشاه إحنا أنه يصير إحنا يعني يصير في مهم من إن شاء الله حكام، ما نقول إنهم يعني بيتعاطفون، بس ربما في العقد الباطن للحكم السعودي إنه النصر مثلا ظلم المباراة اللي فاتت واشتكى من الظلم شو اسمه، فيعني ما نزودها، أكون حريص زيادة مثلا أو أكون، فهذا حيشكل ضغط على أي حكم سعودي. أنا أعتقد من غير المنصف انه يكون في حكم سعودي في مباراة الهلال والنصر بعد الضغوط اللي حصل على التحكيم السعودي الان، خصوصا مباراة جماهيرية وكبيرة. واذا الاخوان في نادي النصر ما طلبوا حكم اجنبي، احنا نطالب حتى لو احنا دفعنا القيمة حقت الحكم، ما عندنا مشكلة، لانه اعتقد حتكون مباراة كبيرة وما احنا محتاجين انه يصير فيها شد او يصير فيها قيل وقال. لابد انه نجيب حكم بعيد عن الضغوط، يعني بعيد عن فكرة انه مثل ما قلت لك النصر ظلم المباراة اللي فاتت، فينبغي الا يظلم هذه المباراة. هذا ينبغي الا يظلم النصر دائما ولا يظلم الهلال دائما، ولكن هذا ربما يلقي بضغوط على اي حكم سعودي يحكم هالمباراة، وربما ينعكس هذا في طريقة تعاطي اللاعبين معه. وانا احذر من هالنقطة، يعني ربما لاعب النصر مثلا الحكم معرض للخطأ، ربما الحكم يخطئ فتصير ردة لاعب النصر كبيرة لأنه في خلفية المباراة السابقة. نفس الشيء بالنسبة للاعب الهلال، ربما الحكم مثلا يخطئ فيصير في خلد لاعب الهلال انه علشان الاحداث اللي صاحبت حتصير ضغوط نفسية ما لها داعي، ليه نجيب حكم اجنبي وخلاص. طيب المباراة الماضية مباراة كأس ولي العهد جلب فيها حكام صف أول من الدوري الإسباني، وكان هناك تعليم من لجنة الحكام أنه كان الوقت كافي، إنه إحنا يعني المباراة معروف تاريخها وكان الوقت كافي، أنه المطالبة الآن ممكن يكون حكم المجر من الحكام اللي شكلوا أيضا بلابل كثيرة في والله مباراة يوم 24، إحنا اليوم كم يعني كم التاريخ اليوم؟ إحنا 12 أو 11، اليوم 17 مش كذا، باقي اسبوع يعني على المباراة، يمدي ان شاء الله. وبعدين حتى لو مثلا يعني ليش ما يكون في حكام من الخليج متميزين، مثلا حكام من اسيا، من بلدان قريبه، يعني مو بلازم من اوروبا. الاتحاد السعودي ابخص من يجلب من حكام، والمهم يكون حكم بعيد عن الضغوط، حكم بعيد عن الضغوط. الحكم البعيد عن الضغوط حتى لما يخطئ اخطاؤه مقبوله، بس انا اقصد المباراة هذه تحديدا في ضغوط كبيره عليها، نظرا الشكوى اللي تقدم، يعني الشكوى اللي تقدم فيها اخواننا في النصر على حكم مباراتهم مع الاهلي، وحتى هم صرحوا بانه يعني السنه الجايه احنا مستعدين يكون كل الموسم حكام اجانب،
وانا ما الومهم في هذا التصريح، يعني هم في نهايه الامر يعني احرار فيما يعني يرون انه مناسب لناديهم بالدفاع عن حقوق ناديهم، ولكن انا اخشى ما اخشى مثل ما قلت اي حكم سعودي تحت هالضغط هذا حيكون تعامل الفريقين معه واللاعبين تحت وطأة هالضغوط اللي حاصله. فانا اعتقد احنا نطالب وبشده ونرجو ان يعني يتقبل طلبنا انه يكون في حكام اجانب بمباراه الاهلي والنصر. شكرا لك. شكرا جزيلا. هنا طبعا الجزء الاول لتصريح الامير عبد الرحمن بن سعد تحدث فيه عن الحكام، وطبعا قال اذا ما طلب النصر حكام اجانب راح نطلب. ابو غيداء اختصرها الامير انه عشان ما يبعد الفريقين عن الضغوط، النصر اذا وقع عليه ظلم راح يكون له خلفيه سابقه مع الحكم، او في المباراه السابقه الهلال بيقول لك ممكن عشان النصر ظلم في المباراه اللي راحت الحكم جاي يعوض، او فاختصر الامير قال نطلب حكام ونرتاح. ايش رايك؟ هذا الجزئيه الاخيره زميلي، هذا الجزئيه الاولى الرجل ما باقي يمكن حقيقه يعني الا 4 مباريات، ومع ذلك يصر انه الدوري لسه ما انتهى. الرجل يتحدث بعد يعني 73 ساعه من تحقيق كاس ولي العهد، فبالتالي يبدو انه فعلا الهلال ما عنده وقت يعني حتى للفرحه. قلب الصفحه ومشي وخاش على الدوري، بعدين اسيا، بعدين بطوله كاس خادم الحرمين الشريفين. انا اعتقد انه الحكام الاجانب يعني حسب تصاريح حتى رئيس النصر الامير فيصل بن تركي انه من العام القادم سوف يعني هم متكفلين انهم ياتوا بحكام اجانب طول الموسم، فبالتالي يبدون من هذا الموسم. انا هذه وجهه نظري. الشيء الثاني والمهم جدا، مثل هذه مباراه حساسه فيها يعني كثير من القيل والقال، فما لا داعي لا على فريق الهلالي ولا على فريق النصراوي. يعني مفترض انه يكون في حكم اجنبي للخروج يعني عن كل المنزلقات اللي يمكن ان تحدث، للخروج حتى عن اي تفسير لا على الحكم ولا على جنسيته ولا على يعني من اللي اختاره ومن اللي ما اختاره اطلاقا. جيب لك حكم. واقتراح اعتقد اقتراح يعني من زمان انه مش بالضروره يكون مثل ما يقولون 5 ستار يجيني من كوبنهاجن ولا يجيني من ليفربول. ممكن انت عندك في الخليج، ممكن عندك في اسيا، في احد الدول العربيه، في اسماء كبيره يعني كثيره ومتميزه. الحديث هو عن جلب حكم لا يرضخ للضغوط، يكون بعيد عن الضغوط، يعني بعيد عن الضغوط. لانه صراحه اقول لك شيء هادي، هذا امر مهم جدا والله يا هادي، والله مش ناقصين دوش، يعني مش ناقصين وجع راس. فجيبوا حكم يا جماعه الخير. وانا ودي حق الاتحاد السعودي حتى لو ما يعني حتى لو ما طلب النصر حكم اجنبي. الان عندنا رئيس الهلال يقول احنا جيبوا الحكم الاجنبي واحنا نتكفل فيه، ما عندنا مشكله. فواضح ان الجماعه يبغوا يعني يشروا دماغهم، يبغوا يلعبوا كوره فقط، يبغوا يلعبوا كوره تماما.